عتاب محبة لصناع المحتوى المهتم بأخبار أهالينا في غزة ولبنان وكل القضايا المهمة. لاحظت إن الغالبية منهم وهم بيوجهوا كلامهم اليومين دول للمشغولين بالسبوبة اللي اسمها كأس العالم بيحسسوا على الكلام وهم بيفكروهم إنهم هم بيتابعوا الماتشات ما ينسوش أهالينا. تحسيس على الكلام من نوعية من حقك طبعا تتابع أكبر وأهم حدث بيحصل في العالم، من حقك تتابع وتفرح بتشجيع بلدك. بس الحقيقة أنا مش شايف إن أنا المفروض أحسس على الكلام وأنا بوجه كلامي لكائن بايع دماغه وبايع نفسه للي بيهين كرامته. كائن بيتابع حدث مقام في دولة هي الأكثر إجراما على وجه الأرض، فيساعدها إنها تغسل سمعتها وتحقق أرباح على قفا متابعته. كائن حافظ جملة بيرددها بقاله سنين كل ما تواجهه، فيرد زي البغبغان: ما تدخلش الكورة في السياسة. والنهاردة وهو شايف بعينه إن الكورة والسياسة واحد، وإن البلد المنظم بيتحكم في مين يلعب ومين ما يلعبش بناء على السياسة، مين من حقه ينال شرف دخول أرض الحرية والديمقراطية ومين ما يستحقش بناء على جنسيته، شايف بعينه وبرضه مكمل. فالكائن ده لا يستحق إني أحسس على الكلام علشان خاطره، ولا يستحق أوجه له كلام من أصله. تحياتي.